ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري بكل تكاته وتفاصيله اللي هتخليه يطلع معاكي بالمنظر التحفة اللي انتوا شايفينه ده، وكمان هيديكي نفس طعم الكشري اللي بتاكلوه من المطاعم. بالأمانة كده كان خطير. طبعا كلنا عارفين ان الكشري من ضمن الأكلات الشعبية المصرية المشهورة بيها، وساعات كتير الناس بتستصعب تعمله عشان مواعينه الكتيرة وان هو كده بياخد مجهود كتير. لا، النهاردة هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان في حلة واحدة يعني من غير كتر مواعين. شايفين المنظر؟ وهيطلع معاكم أحلى طبق كشري. يلا بينا كده نشوف هنعمل العظمة دي مع بعض ازاي، واحدة واحدة. يلا بينا. كشري يعني كده شوية مكونات كده كبيرة، هنبدأ فيهم واحدة واحدة. معايا الأول خالص العدس بتاعنا اللي هو العدس الأسمر أو العدس بجبة. طبعا هتغسلوه كويس وبعد كده هتنقعوه في مية مغلية، وهتسيبيه كده في المية المغلية لغاية المية ما تبرد عليه. ممكن تحطي معاه كده رشة كمون وفص ثوم عشان يتطعم معاكي شوية. تمام، ده بالنسبة للعدس. طيب تاني مرحلة بقى هنعملها اللي هو البصل بتاع الكشري. فهنا معايا البصل لازم يكون البصل الابيض لانه بيبقى احلى بكتير من البصل الاحمر في الكشري بالذات. تمام، هبتدي كده اجيب البصل، انا عايزه اقطعه كده شرايح رفيع. طبعا انت حابه تقطعيه بقى براحتك، مكعبات يعني التقطيع اللي تعجبك. بس البصل وهو متقطع كده شرايح رفيع في الكشري بيبقى احلى بكتير عن لما تكوني مقطعاه مكعبات صغيره. تمام، انا هقطع شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ممكن انت تقطعيه بالمبشره لو عندك قطاعه، يعني زي ما انت حابب. هقطع كل كمية البصل بالشكل ده كده شرايح رفيعة. بعد كده ما هخلص الكمية هنبتدي بقى نعمل له الحركة اللي هي بتخلي البصل يطلع معاكي مجرمش، حتى لو قعد يوم واتنين وتلاتة بيفضل بنفس الجرمشة. بعد ما قطعناه كده وفكناه من بعضه بالشكل ده، هنبتدي بقى نجيب كده معلقة كبيرة من الدقيق وكمان معلقة كبيرة من النشا. هحط عليهم كده رشة خفيفة من الملح، لو أمكن الملح المتبل اللي هو يعني كده عليه رشة كمون كزبرة فلفل أسود يعني بالشكل ده، بحيث يبقى طعمه كده متبل معاكي. هقلب هنا النشا مع الدقيق مع الملح بالشكل ده، وهبتدي أغلف بيه كل كمية البصل اللي معايا. هتغلفيها كويس خالص بالدقيق بالشكل ده كده، هتقلب الدقيق في البصل. تمام، الحركة دي بالأمانة بتبقى حلوة جدا لجرمشة البصل بتاعة الكشري. بعد ما غلفناه كله بالشكل ده هجيب بقى المنخل أو المصفى، وهبتدي بقى أشيل الدقيق الزيادة من البصل عشان لما تيجي تقليه ما يركركش معاكي في الزيت بتاعك، ويعني كده يبقى مش لطيف. هتبتدي كده تنخليه بالشكل ده لغاية ما كل دقيق ينزل من المصفى، وخلاص على كده بيجي معايا البصل جاهز. شايفين المنظر؟ مغلف كله بالدقيق. هنروح بقى على النار طاسة فيها زيت، هنستنى لما الزيت يسخن، وبعد كده هننزل عليها بكمية البصل. ما بيلحقش يعني بيتحمر بسرعة، بس ايدك فيه على طول كده عشان ما يتحرقش منك. طلع البصل كده في التحمير يكون لونه فاتح، لان كل ما بيقعد اكتر اللون بيغمق اكتر، فطلعيه كده يكون لونه فاتح. ما تخافيش، مش هيبقى ني، هيبقى مجرمش وهيبقى حلو جدا. هنطلع كل الكمية بالشكل ده وهنكمل باقي كمية البصل. على ما البصل يتحمر هنروح نشوف بقى هنعمل الكشري مع بعض ازاي. شايفين بقى البصل وتحميره؟ بالامانة كده خطير. شايفين؟ مجرمش وحلو جدا. يلا بينا نشوف الكشري. هنا معايا مكونات الكشري دي الكمية اللي انا هعملها. طبعا انت حابة تكتري تقللي فبراحتك جدا. كوباية من الشعرية وكمان كوباية من العدس اللي هو المنقوع. انا معايا هنا بالكوباية اللي هو المج بتاع الشاي. معايا كمان مكعب مرقة، معايا كوبايتين من المكرونة. انا بحب كده اشكل المكرونة فانا حاطة نوعين. معايا كمان كوبايتين من الرز طبعا مغسولين كويس. ومعايا كيس من المكرونة سباكيتي، انا مقطعاه كده، انا مقطعة الكيس كده على 3. تمام، دي المكونات بتاعتي زي ما قلت لك، ده المقدار اللي انا عاملاه. انت حابه تكتري فبراحتك جدا. هنحط الحلة هنا على النار، هحط فيها كده كمية حلوة من الزيت. ده نفس الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، احنا اللي هنعمل به الكشري. هنزل عليه كده بالشعرية، هنقلب كده الشعرية في الزيت لغاية اللون ما يبقى لونه كده ذهبي زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل عليها بكل كمية الرز بالشكل ده. هنقلبه كويس كده على النار حوالي كده دقيقتين 3، لان الحركة دي هي اللي هتخلي الرز معاكي مع الجنش طول فترة التسوية.
بعد ما قلبنا الرز مع الشعرية هننزل عليه بقى بالعدس بتاعنا وهنقلب كله مع بعض. انا برضو هنا حطيت كوباية من العدس، انت حابة تكتر الكمية براحتك جدا. هنقلب كله كده مع بعضه على النار حوالي 5 دقايق. بعد كده هننزل عليها بكمية المكرونة. انا زي ما قلت لكم حتى هنا نوعين مكرونة، انت حابة تحطي نوع واحد برضو تمام. انا حاطة اللي هو الرفيعة بتاعت الكشري، وكمان حاطة نوع معاها تاني. هنحط بقى الملح، انا المقدار ده كله اخد معايا 3 معالق صغيرين من الملح. تمام. انا حطيت الاول معلقتين، بعد كده دقته حسيت انه محتاج تاني فحطيت له معلقة كمان. هنا معايا مكعب المرقة، هحط عليه كده حبة من المية الساخنة بحيث يفك معايا عشان الكشري كله كده يتطعم بطعم المرقة. وبعد كده بقى هنضيف المية المغلية على الكشري، لازم تزوديه بمية مغلية او مية ساخنة، اوعي تزوديه بمية باردة هيعجن معاكي. فانت تسخني مية وبعد كده هتزود الحلة بتاعتك. المية هنا لازم تكون مغطية الكشري يعني كده بحوالي 2 سنتي زيادة لفوق. تمام. طبعا انت هتهدي عليه النار وهيستوي معاكي. حسيت ان هو لسه ني هتزودي له حبة مية، بس هو كده المقدار ده بالامانة كان حلو جدا. بعد كده هنحط اخر حاجة معانا اللي هي المكرونة الاسباجيتي. هحطها كده يعني عكس عكاس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان متعجنش معاكي. خلاص. هنا الكشري بيجهز معايا، النار كانت عالية، هنهدي النار وهنغطي الحلة حوالي كده 5 دقايق. بعد ما المية تتشرب كويس خالص بالشكل ده هبدأ كده اعريها بعد ال5 دقايق، وهديها كده تقليبة خفيفة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنرجع نغطيها كمان، وهسيبها برضو على نار هادية كمان 10 دقايق. بالامانة كده في ربع ساعة كانت الحلة دي استوت، ما اخدتش وقت خالص. خلاص يلا بينا بقى نشوف نعمل الصلصة ازاي. دي معايا طماطم مفرومة ومتصفية، انا كنت غلياها قبل كده لان انا كنت مخزناها في الفريزر. تمام. بعد كده هحط عليها برضو حبة كده من الزيت بتاع البصل اللي احنا حمرناه. وبعدين بقى هحط عليها كمان مكعب مرقة. وهبتدي بقى احط التوابل، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة كده صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. المكونات ظهرت قدامكم اهي. هحط كمان معلقة صغيرة من السكر عشان حموضة الطماطم، رشة كده فلفل اسود، نص معلقة صغيرة من البابريكا. وهحط كمان معاهم معلقتين كبار من صلصة الطماطم اللي هي بتاعت البرطمانات. وبس على كده الصلصة بتاعتي بقت جاهزة. انا ما بحبش اعمل توم الاول وحمر وبعد كده احط المكونات دي، لان كده بحس ان هو دخل على الاكل شوية. لا انا بحب الصلصة يكون طعمها كده خفيف وتبان ان هي صلصة كشري. هنروح بقى للدجة بتاعتنا، هنجيب الكزرولة او الحلة، هحط فيها كده مج من المية، هنزل عليه كمان بنص مج من الخل. تمام. حطينا كوباية مية عليها نص كوباية من الخل. بعد كده هحط عليها معلقة مليانة كبيرة مفرومة من الثوم، ومعلقة برضو كبيرة مفرومة من الفلفل الأخضر سواء بقى حار أو بارد زي ما انت حابة. دي الدقة بتاعتي. وكمان هنزل عليها بالتوابل، نص معلقة من الملح صغيرة، نص معلقة صغيرة من الكزبرة وزيها كمون. وهحطهم على الثوم والفلفل المفرومين. هنزل عليهم كده بعصير ليمونتين. وبس على كده الدقة بتاعتي بقت جاهزة. بالأمانة ريحتها وطعمها خطير حلو جدا جدا. برضه أنا بحب أحط الثوم هنا ني، ما بحبش أحمره عشان كده الطعم بيبقى أحلى بكتير. هنقلب كله مع بعض كده وهنروح بقى بيها على النار يغلي معاكي كده 5 دقايق وبيجي معاكي احلى دجة. طبعا احنا حاطين هنا صلصة الطماطم خلاص اتسبكت معايا اهي وبقت جاهزة. انا هشيلها من على العين ده واحطها على العين التانية عشان نحط الدجة مع بعض. برضو هنا هتسيبيها تغلي 5 دقايق. اول ما تشم ريحتها كده وريحتها تطلع خلاص هي كده بقت تمام معاكي. يعني اول ما تغلي كده دقيقتين 3 هتشيليها من على النار. كده عملنا الدجة وعملنا كمان الصلصة وعملنا كمان الكشري. بالامانة كله كده ما اخدش معايا نص ساعة، سهل وسريع وطعمه كان تحفة. يلا بينا كده نغرف مع بعض ونشوف الكشري بتاعنا طلع منظره ازاي. ادي احلى دجة اهو. هتقدميها بقى براحتك في بولات في كاسات زي ما انت حابة. طبعا كل واحد بياخد بطلبه. ريحتها خطيرة وطعمها كان تحفة. بالامانة كده اللي هيشربها كده هتتشرب شرب. شايفين المنظر ريحتها حلوة جدا. معايا هنا الحمص بتاع الكشري، طبعا بتكوني نقعاه من قبلها بليلة، بعد كده بتسلقيه بيطلع معاكي تمام. ادي البصل كمان بتاعنا متحمر، شايفين منظره. بالامانه البصل ده بيقعد عندي ممكن يوم واتنين وتلاتة بيفضل بنفس القرمشه يعني خطير.
هنا الصلصة بتاعتنا اتسبكت معايا اهو بالمنظر ده وشكلها تحفة. هنبتدي برضو نقدمها. انت حابة بقى تخليها حارة كلها تمام، حابة تخلي حار وبارد برضو تمام براحتك. انا هنا طبعا مش هحط على الكل شطة عشان العيال، فانا حطيت كده على حبة شطة وهنقلبها مع بعض. وبيجي بيجي معانا احلى صلصة كشري، ريحتها خطيرة وطعمها كان خطير. يعني كده الطريقة سهلة جدا، ما خدتش وقت خالص معانا، كله بيجي جاهز. وادي كمان الكشري، حلة الكشري دي بالأمانة خلصت في يوم، من حلاوتها ومن شكلها. شايفين مش معجنة ولا ومستوية، كلها تسوية واحدة، ما فيهاش حاجة نية وحاجة لا. بالأمانة كده كانت خطير. تعالوا بقى نعمل كده طبق عظمة مع بعض بيفكرنا بأيام زمان. هنغرف كده الكشري مع بعض، هنحط كمان عليه الصلصة بالشكل ده، وهحط كمان الدجة. طبعا الكميات اللي انتوا حابينها هتضيفوها زي ما انتوا عايزين. هحط كده بقى البصل المتحمر معانا، خطير بالأمانة. وادي كمان الحمص، طبعا انت حابة تحمصي معاه عيش فبراحتك جدا زي ما انت حابة. هنقلب كده الطبق كله مع بعض وريحته تحفة. يلا كده تعالوا تفضلوا معانا، اللي حابب ياكل يمد ايده على طول ما يتكسفش. بالأمانة كده كان خطير. انا بقى حبيت اعمل كده وارجع لايام زمان شويه. هبتدي كده احطه في الكيس. طبعا في ناس هتقولي لا البلاستيك هيتفاعل مع الاكل، انا طبعا على ما عملت الطبق كان اصلا برد يعني، فيدوبك كده دافي دفيان بسيط فمش هيتاثر بالبلاستيك. تمام. انا كده عملت احلى كيس كشري، اللي عايز كيس يلا يرفع ايده كده وانا هبعت له كيس على طول. بالامانه كان طعمه تحفه، بيفكرنا بايام زمان. انا ده كان الكشري بتاع النهارده اللي هو الحله الواحده. انا عملت معاكم قبل كده فيديو كشري اللي هو بقى مواعينه كتيره وكل واحد حاجه لوحدها. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف للي حابب يشوفه. وادي كمان الفيديو التاني، والاتنين بالامان احلى من بعض. يلا بقى كلوا معايا، شايفين المنظر وطعمه كان تحفه. احلى كشري عملناه سهل وبسيط وما اخدش معانا وقت خالص. تعالوا بقى كده نقدم طبق بقى يعني كده مع بعض، لان انا العيال اخدوا مني الكيس فانا لازم اعمل غيره يعني. هنبدأ كده نغرف الكشري بالشكل ده. شايفين الفلفلة بتاعت الكشري؟ بالأمانة كده كان تحفة، ما كانش معجن خالص. يعني أنا كنت خايفة أعمله، بس لما عملته أدمنته بقيت بعمله على طول، لأنه طبعا سهل جدا عن التاني. شايفين كمان الحلة ولا لزجت ولا شاطت ولا اي حاجة، والحاجة كلها مستوية فيها ومفلفلة اهو. شايفين مش معجنة خالص، يعني اعملوه وانتم مطمنين انه هو هيستوي معاكم، وكمان هيطلع معاكم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده تحفة. احلى كشري سهل وسريع. خلاص. طيب هنبدأ كده نكمل الطبق بتاعنا مع بعض. هنحط بقى الصلصة كده من على الوش. انا حبيت بس اوريكم الفكرة، وانتوا براحتكم هتقدموه بالطريقة اللي انتوا عايزينها. حطينا الصلصة كده اهو على الطبق كله بالشكل ده. بعد كده بقى هنحط البصل المتحمر معانا، وكمان هنحط الحمص بتاعنا بالشكل ده. وبيجي معانا احلى طبق كشري، بالامانه ريحته فظيعه وطعمه خطير زي اللي بتشتروه من بره واحلى بكتير. طبعا انتوا عاملينه في البيت بقى وضامنين نظافته وعاملينه بايديكم، وحاجه كده سهله وسريعه، لان اغلب الناس بتخاف تعمله. لا اعملوه واطمنوا هيطلع معاكم تحفه. وخاصة بقى أيام صيام بنبقى عايزين نغير كده أكلات كتيرة. وكمان لو انت موظفة بتبقى عايزة تعمل أكلات سريعة، أو كمان للمغتربين اللي هم مش عايزين يغسلوا مواعين كتيرة. يعني بالأمانة كده اختراع يعني. جربوه وإن شاء الله هتدمنوه. لو عملت الكشري الحلة ده عملتوه مرة مش هتبطلوا تعملوه، هتعملوه على طول. وبس كده، دي كانت وصفة النهاردة وده كان فيديو النهاردة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار سون. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك في القناة. أشوفكم على خير. باي باي.